السلام عليكم يا جماعة، ورجعنا لكم من جديد. اليوم معنا الكيكة الإسبانية. الكيكة الإسبانية مو أسهل كيكة ممكن تحضروها بحياتكم، ويلا بينا. السلام عليكم يا جماعة، ورجعنا لكم من جديد. اليوم بدنا نعمل لكم يا جماعة الكيكة الإسبانية. الكيكة الإسبانية متهيألي أسهل كيكة ممكن تعملوها بحياتكم. هي عبارة عن طحين، سكر، جوز هند، بيضة ومي وبيكنج باودر وفانيليا. الجوز هند حسب الطلب ممكن نحطه، ممكن لا، ممكن نستخدم مثلا بقشر برتقال، بقشر ليمون، نبشره على البشارة. ممكن نحط جوز هند. جوز هند بيعطينا نكهة أطيب. هي الكيكة الإسبانية أصلا في معها جوز هند. الكيكة الإسبانية يا جماعة عبارة عن كاستين طحين، كاسة ونص سكر، 50 جرام جوز هند، بيضة، كاسة مي شراب، كاسة شراب يعني كبيرة، ما تكون كاسة صغيرة، الكاسة الكبيرة أحسن أفضل. يعني إذا بنشوف مثلا الخليط تبعنا تقيل، إذا حطينا كاسة صغيرة بنرجع بنزود مثلا نص كاسة، وظرف بيكنج باودر، ونقطتين فانيليا. ويلا بينا مشان نشوف طريقة التحضير. وهلا بنبلش بطريقة التحضير يا جماعة. أول شي بنحط المواد السائلة، بنحط المي. بعد ما حطينا المي بننزل السكر. بعد ما نزلنا السكر بنحط الطحين. طبعا يا جماعة هون في تنبيه، إذا عنا مضرب بنحط موادنا كلها مع بعض، من عدا مثلا بنحط السكر والطحين والمي مع بعض وبنضربن. ما عنا مضرب بنضربن على ايدنا، بننزل الطحين شوي شوي مشان ما يزرزر معنا ويبرغل. إذا عنا مضرب بنحطن كلهم مع بعض. هلا حطينا الطحين. إذا عنا مضرب بنحطن كلهم مع بعض ونتوكل على الله. حطينا البيضة. إذا ما عنا مضرب بدنا نضرب على إيدنا. بدنا نحط شوي شوي طحين مشان ما يبرغل معنا. حطينا البيكنج باودر. نحط نقطة فانيليا. بنعيف الجوز هند للأخير، لما ما نضرب موادنا كلها مع بعض بنحط الجوز هند بالأخير. وهلا بنشوف يا جماعة مع بعض طريقة تحضير الكيكة. مثل ما قلنا إذا عنا مضرب ممكن نحط موادنا كلها مع بعض، نحطه على أبطأ شيء. إذا ما عنا مضرب بدنا نضرب على إيدنا. بنحط الطحين نحط الطحين شوي شوي مشان ما يزرزر معنا. بس كونه إنه عنا مضرب نحط المواد كلها مع بعض. المضرب كونه إنه سريع راح يخلطه صح وما يخليه يزرزر أبدا. ممكن نحط معه كاكاو. اللي بحب الكيكة اللي فيها شوكولا ممكن نحط معه كاكاو. أي يا جماعة أي شغلة بنحط مواد ناشفة بدنا نعوضها بمواد سائلة أو نسحب مقابلها مواد ناشفة. يعني حطينا 50 جرام كاكاو بدنا نسحب 50 جرام طحين، أو بدنا نزود مي حسب اللزوجة المطلوبة. مثل ما شايفين درجة الرغيف معنا مظبوط. المهم يذوب معنا السكر وتنعم معنا. أهم شيء تنعم معنا. يسموها كيكة إسبانية كونها إنه فيها جوز هند. نرجع نعيد المقادير مع بعض. كاستين طحين، كاسة ونص سكر، 50 جرام جوز هند، بيضة،
ظرف بيكنج باودر، ظرف فانيليا. نضل نضرب فيها تقريبا لمدة 3 دقايق، من 3 ل 5 دقايق، بس لبين ما نشوف السكر ناعم معنا زي ما شايفين. السكر ناعم معنا، بنحط المضرب على أبطأ درجة، بننزل عليه الجوز هند. أنا هون بدي أحط عليه لون أصفر، بدي أحط عليه لون أصفر بيعطيني جمالية للسبونج. حطيت نقطتين أصفر، لون غذائي. إذا بدي أحط عليه برتقان أو ليمون ما بعطيه لون، كون إنه البرتقان والليمون هنن فيهم لون. هلا بعد ما نعم معي السكر بحط الجوز هند، وقلبهم تقليبة بسيطة كله مع بعض. اللون عندي شوي ضعيف، حسب اللون اللي عندي برجع بعطيه شوي. هلا عطتني اللون الأصفر مظبوط. هلا هيك تقريبا نعمت معنا. بننزلها على قالب، أي قالب متاح عنا بالبيت، بنحطها بالفرن لمدة تقريبا تلت ساعة. قلبي بالزيت أو بالسمنة، الاثنين بيشتغلوا معنا. هو أهم شيء عملية الدهن، إنه مشان ما يلزق معنا العجين بالقالب اللي عنا. بفضل العجين بالقالب اللي عندي المتاح بين ايدي. مثل ما حكينا. هلا بحطه بالفرن لمدة تلت ساعة، بحطه بالفرن لمدة تلت ساعة على درجة حرارة 180، وبعمل عليه تيست بعد تلت ساعة بشوف إذا خلص بسحبه. بده شوي بعرفه 5 دقايق. وهلا بنشوف بعد تلت ساعة بنرجع لكم بنشوف مع بعض. والله يا جماعة بعد 25 دقيقة سحبتها من الفرن، أخذت تقريبا معي بالفرن 25 دقيقة. نعمل تيست قدامكم ما شايفين، ناشفة على الأخير. هلا هيك صارت كيكتنا جاهزة للأكل مثل ما شايفين. بسم الله ما شاء الله، منظرها بجنن. شايفين على المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. هلا بنعيفها شوي لتبرد بنشوف النتيجة النهائية مع بعض. هلا يا جماعة كنا شايفين بدنا نقلبها مع بعض. حطتنا هالشكل، شكلها بسم الله ما شاء الله تحفة كما شايفين. هلا بنفرجيكم
النتيجة النهائية. من شايفين شي بجنن. شايفين هالقطعة؟ بسم الله ما شاء الله، عن جد ريحته قبل طعمته عم تحكي عن حالة. وإن شاء الله ألف صحة وهنا على قلب الجميع.